تناولت تصريحات بعض الحراقة الجزائريين الذين تم ترحيلهم صبيحة اليوم نحو ميناء وهران جانبا من المعاملة السيئة التي تعرض لها الحراق الجزائري محمد بودربالة والذي قضى أنفاسه هو الأخيرة بسجن أرشيدونيا بإسبانيا. الحركة الجزائريون سبق للنهار وأن نقلت وصولهم على المباشر كما تابعنا منذ قليل، وهم الآن بمراكز الأمن على مستوى ميناء وهران في انتظار الإجراءات الأمنية اللازمة. التغطية لأحمد بوطاف. فهم الآن ينقلون إلى حنا كنا نورمال، كنا قاعدين بين ندخلوا نفطروا. ايا لا بوليس تاعهم بالضرب باش تفطر عليهم بالضرب باش تقعد ما عندكش كاع وقت هكا باش تريح وكاع. ايا تنشانا مع لا بوليس نورمال، هما قاعدوا يضربوا فينا يطيحوا لنا، قعدنا متناوشين معاهم بعد طلعونا قاعدوا يضربوا فينا وكاع، من بعد طلعونا فوق السينونات. كانوا دايرين لنا كل زوج في سينونه، من بعد دارونا كل واحد في سينونه، دخلوا علينا بهراو. كاين اللي مساكين مازال تما مضربه ما مش جايبين عليهم، كاين اللي راهم بين الموت وحياه. وهذاك السيد مسكين قتلوه بالضرب حتى اللي مات ما قتلش روحه، ماشي هذاك السيد اللي يقتل روحه مسكين، الله يرحمه ويوسع عليه. الحمد لله اللي وصلنا بخير لبلادنا ورجعنا لوالدينا. بالنسبه للشخص المرحوم رحمه الله، هو قتلوه، ما راهش مقتول ولا جاي في روحه، باسكو اللي تبين لك باللي قتلوه ماشي الحرقه تاعو الاولى لا تروازيام فوا. ثانيا خادم الحبس ما يقنطش. ثالثا انسان دائما يضحك، هي كل شيء بقضاء الله وقدره، الانسان يتوكل على الله ويحرك. بصح من الاحسن الانسان يروح بتاشيره خير له. ياه تقعد في البلاد تقعد في البلاد بصح حنا عندك مستوى دراسي ديزياماني ليسي، سمحت في قرايتي ورحت. انا صغير هذا. ها شحال في عمرك؟